ريال مدريد ينتصر على ريال سويسيداد بثنائية كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، طبعا بركلتي جزاء. فوز مهم لريال مدريد أمام خصم مجتهد وعنيد يقلص به كارلو أنشيلوتي الفارق بينه وبين هانز فليك برشلونة بنقطة واحدة وبفارق مباراة لبرشلونة. ريال سويسيداد فعل كل شيء في المباراة خاصة على مستوى الشوط الأول، لكن الفريق واجه الحظ العاصر أمام الخشبات الثلاثة للعملاق تيبو كورتوا. سويسيداد افتقد للحلول الفردية اللي يملكها كوبو الياباني، اللاعب على غير العادة. لم يكن كوبو الخطير اللي معودنا على مهارات تصنع الفارق لفريقه وتنسب له لقب ميسي اليابان. الريال لعب على أخطاء الخصم، بتحس الريال في شيء ناقص ليكون الريال الممتع اللي معودنا عليه كارلو أنشيلوتي ومن قبل زين الدين زيدان. مع ذلك الفوز لريال مدريد دون الأداء الممتاز مهم جدا حاليا للحاق ببرشلونة وعدم فقد نقاط أكثر في الليغا. مع عودة بيلينغهام عازف جيتار الوسط وهداف الفترة، مع عودة الكماشة كامافينجا والفرنسي تشواميني، سنرى الريال آخر نتيجة وأداء. رؤية الأمير الكرواتي لوكا مودريتش أساسي وقائد لفريقه هي متعة أساسية من أساسيات متعة كرة القدم. اللاعب يتحدى العمر بأداء ولمسات سحرية بتخلينا نشك بعمر اللاعب، وهناك صاروخية من لوكا كانت أن تأتي بخبر الهدف الثالث لولا تصدي المتألق أليكس ريميرو، وكأن لوكا مودريتش بعمر 29. رؤية إبراهيم دياز أساسي هي شجاعة كارلو أنشيلوتي، لكن للأسف الشد العضلي أثر على دياز فخرج مصابا. برأي إبراهيم دياز راح يكون ورقة رابحة في قادم الأيام وراح يحجز مركز أساسي في تشكيلة العراب. مبروك لريال مدريد حظ النقاط الثلاثة، وهارد لك لريال سويسيداد الجيد. فوز يقرب المرنجي من برشلونة ويضمن لنا متعة أكثر في الليغا الإسبانية كلما تقلص الفارق في نقاط سلم الترتيب.